السلام عليكم ورحمة الله حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا بألف خير. يلا نعمل النهارده أحلى فراخ مشوية بسر تتبيلة حلوة أوي تخلي عندك الأنسجة بتاع الفراخ طرية من جوه ومقرمشة من بره وجميل أوي أوي. هقول لك على الطريقة اللي أنا دايما بعتمدها في وصفاتي، وما في حد أكل عندي إلا ما شكر في ريحة الفراخ وفي طعمها وفي إن هي من جوه طرية ومن بره مقرمشة وحلوة جدا. يلا حاجات كلها موجودة في البيت ومش صعبة إن شاء الله. تعجبك الوصفة. عندي هنا بصل توم وطماطم ولو فلفل اخضر يبقى جميل. والسر بتاعنا النهارده هو اللبن لما بيخش في انسجه الفراخ يا جماعه بيخليها طعمها حاجه تانية. نحط كمان معلقتين صلصه والتوابل بتاعتنا هكتبها لك كلها ان شاء الله. ملح وفلفل وبابريكا وكركم وبصل بودر وتوم بودر وشويه قرفه ناعمه وجوز الطيب ذره صغيره كده. هقلب الفراخ كلها، هخلط كل المكونات في الخلاط كويس قوي واروح جايه يعني دمجها في بعضها كده واسيبها زي ساعه ولا حاجه في التتبيله دي، وبحطها في الصينيه وفي الفرن. حلو جدا. اللبن بقى بيخلي الانسجه بتاعه الفراخ حلوه من جوه قوي، بتتشرب بالخلطه، وفي نفس الوقت ما بتخليش الفراخ تحمر بسرعه معاكي في الفرن. بتديها قرمشه من بره غير طبيعيه ومن جوه الانسجه جميله وطريه قوي قوي، وكمان الريحه بتاعه الفراخ مع اللبن بتكون حلوه قوي. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، وصفه كده على السريع ان شاء الله تعجبكم وتعتمدوها في وصفاتكم ان شاء الله.